اللهم ارزقني أجمل مما تمنيت، وأكثر مما توقعت، وأفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. النهاردة بقى إن شاء الله تكملة الفيديو اللي فات. زي ما قلت لكم إن أنا مستعجلة على غسيل السجاد عشان ألحق أخلص اللي ورايا، عشان خاطر بإذن الله رايحين مع ماما تعمل العملية، وهقعد عندها بتاع أسبوع أو 10 أيام كده. فقلت لا، لازم أنا أخلص اللي ورايا، مش عايزة أريح أو أكسل. فقلت بقى أديها همة ونشاط. وديت ياسين ويوسف كده المدرسة، ورجعت على البيت وجبت خضار معايا كمان وانا جاية. فقلت بقى ايه، اخلص كده اللي ورايا الاول وبعد كده ابدأ في غسيل السجاد. بس حابة بقى اقول لكم بقى ايه قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطوا اللايك واكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعوني بيها. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها عشان يوصلوا كل جديد. يلا قومي بقى كده تشجعي وحبة طاقة ونشاط كده عشان نخلص اللي ورانا. يا رب فيديو النهاردة ان شاء الله يفيدكم وتستفيدوا منه. اول حاجة بدأت بيها يومي قلت ايه، يعني في شوية غسيل كده حطيتهم في الغسالة عقبال ما الغسالة تخلص اكون خلصت كمان الحوض. عملتها على الدورة السريعة اللي هي 59 دقيقة. وبعد كده دخلت بقى على الحوض، قلت اشطب شوية المواعين اللي فيه. لازم افضي الحوض الاول لان انا ابتدي اعمل الاكل بعد كده، ولازم الحوض يبقى فاضي. جبت خضار معايا كمان وانا جايه من المدرسه. جبت سبانخ عجباني قوي، كانت حلوه قوي الصبح. ساعه الصبحيه دي كده وانت راجع من المدرسه بيبقى الخضريه واقفين معاهم الخضار، بصراحه ربنا حاجه كده تشرح القلب. كل حاجه حلوه معاهم، بتجيب الخضار طازه وحلو. جبت سبانخ وجبت الرز وجبت شعريه وجبت قوطه. بصراحه من الاكلات اللي بحبها قوي هي السبانخ. وكمان بحب الباميه، بس قلت نبدا بالسبانخ الاول. ولسه عايزين نعمل قلقوس على رأي ابني يوسف. بيقول لي يا ماما احنا عايزين نعمل قلقوس. حاضر يا يوسف. بس المهم بقى ايه، شطبت كده الحوض وهغسل الحوض غسلة حلوة عشان هغسل في الخضار بتاعي. وبعد كده بقى ايه ابتدي انضف الحاجة بتاعتي واعمل الاكل الاول. انا قلت اعمل الاكل الاول ليه، لاني طبعا بعد ما بنعمل السجاد الواحد مبيبقاش فيه حيل انه هو يعمل اي حاجة تاني في البيت. يا دوبك هو يعمل السجاد ويركن على جنب كده يستريح. لا بس الست المصرية قدها وقدود، صح؟ احنا لينا 7 ايدين نشتغل بيهم. آه، بس الحمد والشكر لله. جبت بص الخضار اللي انا جبته الصبح وانا جاية. القطة حلوة اليومين دول ب10 جنيه. وجبت السبانخ حلوة وخضرة اهي. دول كيلو ونص سبانخ. كنت جايبة حزمة كزبرة واحدة وبعدين ما اقتنعتش بيها، رحت جايبة حزمة كمان. قلت خليها عندي يعني اشوف كده اقيم الموضوع وبعد كده ايه احط قد ايه، يعني احط يا ربطة يا اما ربطتين يعني حسب ما هشوف. نضفت السبانخ حلو. على فكرة انا بغسل السبانخ سليمة، مش بحب ان انا اقطعها. لما بتقطعيها بتفقد الفايدة بتاعتها وال... الفايدة بتاعتها كلها في المية. حتى تلاقي المية بتاعتها بتخضر كده وفايدتها كلها بتنزل في المية، ما ينفعش. انا بغسلها زي ما هي كده سليمة زي الجرجير. حطيتها في طبق اكبر من ده وغسلتها بتاع 3 مرات لغايه ما حسيت خلاص. حطيت ايدي كده في الميه، في طبق الميه كده حسيت ان مفيش رمله. خلاص كده الحمد لله بقت نضيفه وزي الفل. عشان ما تعملش تقرش كده في الصلصه ومع الاكل. لازم تغسليها حلو قوي. حطيت بقى حله على النار ومعلقه سمنه حلوه وبصلتين وسط كده صغيرين. انا حاسه ان البصل كتير بس مش مشكله، هو بيسكر الاكل. ما هو على كيلو ونص سبانخ. خليتهم كده لما دبلوا وشفشق الا ربع كده من القوطه. ونزلت عليها وحطيت بقى التوابل، الملح والبهارات، فلفل اسمر، حبة سكر صغيرين. طبعا طالما صلصة بتحط حبة سكر صغيرين. ومش هحط الملح كتير قوي، احط يعني مش حد يعني ايه، مش هظبط الملح بتاعها قوي لان انا هزود شوربة ولسه هحط مكعب ماجي. فحطيت نص كمية الملح لغاية ما ادوق كده واشوف الملح مظبوط ولا ايه، وبعد كده اظبط الدنيا. هسيبها بقى تاخد غلوتين 3. وبعد كده ابقى احط لها معلقة الرز. بحط لها معلقة رز انا كمان كده في الصلصة عشان ايه تبقى في عملية ربط كده في الصلصة ومع مع السبانخ تلاقي حاجة تغمسيها.
الحله التانية حطيت معلقه زيت مع حبه سمنه، ونزلت بالشعريه كده تتحمر، وولعت على ميه الرز كمان. حطيت فص حبهان كمان في الشعريه، بتديلها ريحه وطعم ايه، حاجه كده جميله. الاكله بتاعتنا النهارده قرداحي، بس والله فيها فايده، مش سبانخ وحديد. وبعدين انا زودها شوربه لحمه. الحمد والشكر لله على النعمه اللي احنا فيها. فانا قلت بقى طبعا ان انا لازم اعمل الاكل الاول، اهم حاجه، لان عيالي بيجوا من المدرسه بيبقوا تعبانين وبيبقوا عايزين ياكلوا جعانين، لان انا بيخرجوا من المدرسه حوالي الساعه 12 ونص. بعد كده بيروحوا الدروس بتاعتهم ولا الساعه 3 ونص قبل ما بنروح، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان المدارس بتاعتهم بعيده عن البيت، فما ينفعش ان انا ادخلهم دروس وارجع، بقعد ان انا استناهم هناك. فبيجوا يا عيني بيبقوا تعبانين قوي، عايزين ياكلوا ويرتاحوا شويه، وبعد كده بنبدا المذاكره بقى. حطيت الرز وشوحت تشويحه حلوه، وزودته بقى بالميه، قدام الميه بتاعه يا دوبك بس تغطيه كده. على فكره عايزه اقول لكم، ما كنتش بعرف ان انا فيها طريقه، بس انا استكفيت بمعلقه الرز اللي انا حطيتها بس. بصوا بقى السبانخ كده وجمالها، وادي الرز خلص كمان. انا هي كنت بغرف لعيالي، بس يعني ايه، ده مقطع بعد ما جم دفيت الاكل تاني وغرفت لهم، ونشرت بقى الغسيل. وهبتدي بعد كده بقى ايه في غسيل السجاد. بصوا هو مش ازمه، هما مشيتين السجاده الكبيره بتاعتي انا غسلاها، ومن ساعتها هي متشاله تحت المرتبه، في الصيف ما بفرشهاش خالص. لاني بحس انها طبعا بتحرر الدنيا، بحط حافظات او مشات رفيعه كده. يعني زي ما قلت لكم الشقه ضيقه وما تاخدش سجاد كتير. انا مشكلتي وعقدتي الوحيده في المكان اللي بغسل فيه. المره اللي فاتت انا كنت فضيت الطرقه ليه ما بين الاوض اللي بره وغسلت فيها، بس برضو يعني برضو كانت ضيقه، ومش الواحد مش واخد راحته فيها. المره دي بقى فضيت المطبخ خالص، ارضيه المطبخ، الحاجات اللي انا يعني ايه ممكن تتبهدل او كده، وطلعتها بره. وابتديت ان انا ايه اغسل. انا كل خوفي بقى في المطبخ على حاجتين اتنين: التلاجة والغسالة. إيه، شلت فيش التلاجة. الغسالة دي بقى خايفة المية تيجي عليها او اتعود المية تيجي عليها تبوظ. الغسالة دي بالنسبة لي كنز كنز قاعدة في قلب البيت كده. هبقى اقول لكم السبب ان شاء الله لما اعمل الريفيو بتاعها. هي لسه جايباها بقلاش كتير، ما كملتش سنتين عندي. الخلطة بقى اللي بعملها للسجاد، بجيب عجينة غسيل، اكيد طبعا كتير قوي يعرفها. بجيب عجينة غسيل وبحط حبة أكسل وشوية كلور بسيط. عايز تحط ألوان تحط أبيض، مبحطش يعني كلور من الأبيض كتير. وبعد كده ببل السجادة، وأقوم بقى حاطة عليها الاريال أو الخلطة اللي أنا عملتها دي.
واديها دعك بقى. المية بقى بتبتدي بتزهقني فين، بتبتدي حافظة يعني. جبت كمان الحصيرة دي، انا الحصيرة دي بحطها في المطبخ. جايباها قلت يا مش بحب ان انا افرش بقى فيها سجادة او حافظة وكده في المطبخ. الحصيرة اخف بحيث برضو تدلق شوية اكل، تدلق عصير مية بتاع، يعني سهل انها تنشف وتتغسل يعني. بسيطة جدا. يعني لو دخلتها تحت الدش كده وثبتها تحت الدش ونشرتها تنشف على طول. انا زي ما قلت لكم المطبخ ده عبارة عن أوضة، كانت أوضة أطفال، وأنا طبعا لغيت الأوضة دي بسبب إن أنا عايزة أركب الغاز. رفضوا إن هو يحطوا لي الغاز، البوتاجاز كان في الطرقة بره. قالوا لي لا، لازم الأوضة يتقفل لها باب. فأنا أحب الأوضة دي طبعا عشان الغاز. حطيت بقى فيها كل حاجة، الغسالة والتلاجة، كمبيوتر. بس يعني مهتمية برضو بالموضوع، مش مهملة فيها. لان احنا في الصيف قعدتنا صراحة بتبقى في برضو هنا بسبب الكمبيوتر، وعيالي بيقعدوا يلعبوا في الأوضة دي يعني وكده. فهي نظيفة يعني. اهم حاجة النظافة والنظام في المكان، وانتي مش هتحسي ان يعني انتي قاعدة في مطبخ اصلا. وبعدين عادي، مش في ناس عندها مطابخ امريكاني؟ اعتبره مطبخ امريكاني وبنقعد عادي يعني. بصوا الحصيرة دي عشان كان بقالي فترة صراحة ما غسلتهاش، ومركونة كمان بقالها فترة كبيرة، من ميتها مش نضيفة خالص. هسيبهم بقى جوه كده يتصفوا، وهلم المية دي كلها. وبعد كده اجيب مية نضيفة امسح الأوضة تاني، واجر ترابيزة الكمبيوتر دي وامسح وراه، وجريت الغسالة ومسحت وراها. اهم حاجة طبعا الغسالة. وبعد كده بقى دخلت شطفت السجاد كله. السجادة اللي بشطفها اركنها تتصفى، واشطف واحدة عقبال ما اجي اركنها اخد اللي قبلها اروح ايه انشرها، لان المكان ضيق جدا ومش هينفع اركن كله جوه يتصفى.
هروح احضر الشقه هناك وافرشها واحضرها باذن الله قبل ما تروحوا تعمل العمليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.